عياطهم طرب. بجد عياطهم طرب. لما احمد فتحي خلوهم يعيطهم، والنهارده صلاح محسن خلوهم يعيطوا، ومحمد شكري خلوهم يعيطوا. عياطهم بصراحه يا جماعه، وصياحهم ودموعهم طرب. النهارده المصري بيخسر 4-1. طبعا 4-1 دي بنفكركم ان الاهلي كسب اخر ماتش قدام الزمالك 4-1، احنا بس بنفكر الناس. كسب المصري 4-1 مع الرأفة النهارده، وصلاح محسن ومحمد شكري ولادنا عملوا ماتش كبير جدا، وكسبوا اول بطوله لسيراميكا، وتقريبا هتبقى اخر بطوله. ابو العينين النهارده كسب كامل ابو علي. بالشفا يا كامل، انت وبورسعيد وجمهور المصري كلكم. تخيل انت هترجع من اسكندريه لحد بورسعيد بتعيط، دموعك وعيونك وحزنك طرب، وصياحكم طرب. بجد شكلكم كده وانتوا بتعيطوا وانتوا زعلانين انكم خسرتم بطولة الرابطة النهاردة طرب. بيفكرني بالكاس اللي احنا كسبناه قدامكم بهدف فتحي. فاكرين التشيب بتاع فتحي؟ فاكرينه طبعا. فعشان كده يا جماعة، يعني بعيدا عن الزمالك ان احنا دايما بنحب نشوفهم مكسورين، نادي المصري ده يا جماعة لما تشوفهم خسرانين بطوله، وكانت قريبه بالمناسبه ليهم، كانت بقى بطوله يعني هيفرحوا، وتلاقيهم يخسروا بالشكل ده بالفضيحه دي، لا ده صياحهم وعياطهم طرب. بشوفك مكسور لان انت دايما هتفضل مكسور. انت دايما بالنسبه لي يعني فرحتي لما اشوفك بتعيط. انت كنادي وكمشجع للنادي ده، فرحتنا انك انت تبقى كده بتعيط طرب. طرب. سيراميكا النهارده بلطت النادي ده. سيراميكا النهارده يا جماعه، انا يعني بنقول لابو العينين شخلل كده ووزع على صلاح محسن وشكر. ده شكر حط الكوره يا جماعه. ايه شكر ده يا جماعه؟ ايه شكر؟ ايه الحلاوه ده؟ انت شكر عشان الهدف ده انت ترجع يا عم، اكراما للهدف ده وانك تعمل للجمهور ده كله كده، ترجع يا عم شكر. ترجع. ايه المشكله؟ ترجع بجد. ايه المشكله؟ لكن ما ننساش نقول لاحمد دياب رئيس الرابطه: ملعب برج العرب اتدغدغ. كراسي ملعب برج العرب اللي كان موجود فيها جمهور المصري اتدغدغت اتكسرت. هل جمهور المصري ده حد هيحاسبه؟ ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول كده ايه؟ يعني مشجعين بقى وايه وفرحانين زي ما قلت الجمهور الزمالك، والفرحه مش قادرين فبيطلعوا يحتفلوا على الكرسي فبيكسروا؟ لا، دول كسروا الكرسي والاستاد بمزاجهم. ده جمهور يا جماعه، ده شغل بلطجه، ده جمهور متعود على كده. دول مش بتوع كوره. دول مش بتوع كوره. عشان كده كسرتك دي وعياطك ده طرب، وانا طالع حفل عليك وطالع مبسوط فيك. ده في الناحيه التانيه بقى يا جماعه، بعد ما خلصنا كده من المصري وفرحنا على العياط بتاعهم والصياح بتاعهم وان هم يخسروا بالشكل ده، انت متخيل؟ كان ممكن يخسروا النهارده 6-7 عادي جدا. صلاح محسن ضيع 3 4 اهداف، بس ما فيش مشكله يا عم صلاح. المهم انكم انتم ولاد الاهلي جبتوا البطوله من الفرقه الوضيعه دي، عشان الجمهور ده يروح من بورسعيد، من اسكندريه لبورسعيد تقريبا 4 ساعات الا شويه يعيط. افضل يلا عيط بقى، يعني افضل عيط. انا عايزك تعيط عشان دموعك، يعني مش قادر اشوف عينيك من دموعك. يلا يا بورسعيد، يلا يا مشجع المصري، يلا مكسوره عينيك انا عارف. لكن بعيدا بقى عن الماتش ده، امبارح محمد رجب كشك الراجل الكبير ده اللي هو المطبلاتي الاول لمرتضى، وكأن هو ومرتضى يعني علاقه غريبه مريبه. يعني محمد رجب ده بيطلع يطبل لمرتضى بطريقه انا ما افهمهاش. الراجل ده ضايع. هو جمال عبد الحميد امبارح على قناه الزمالك يقول لك الزمالك تعاقد مع لاعب في النادي الاهلي. لو ذكر انت وجمال قولوا لنا مين اللاعب ده، او لو ذكر اعملها. ما عندناش لاعيبه تقريبا عقودها خلصت. هتجيب مين يا ابني؟ هتجيب عبد الله السعيد اللي ماشي بقاله سنين؟ يا ريتك عارف تجيبه. انت اتصورت معاه بعد كده الخطيب حط عليك يا رجب انت وناديك ورئيس ناديك ومسح بيه الارض. مرتضى جايب ساحر من الكويت عشان يحط الخطه الاوسيريو. ده نادي يا جماعه بنعتبره منافس، احنا كاهلاويه كنا نستحق منافس محترم عن ده. حسين لبيب مع عمرو اديب الوقت بيفضح مرتضى وبيفضح الزمالك. وهنا بقول لجمهور الزمالك: الفضيحه ما بينكم، منكم فيكم، مش الدوله ولا اي حاجه ولا حد بينحاز للنادي الاهلي. ده انتم فضايحكم منكم فيكم: حسين لبيب، مرتضى منصور، مرتضى منصور ممدوح عباس، مرتضى منصور اسماعيل سليم. فانت فضايحك كتيره، واللي بيتكلم عنها ميدو اللي انت دلوقتي شايفه هيرو مفيش منه. كان قبل كده بيقول لك احنا مشاكلنا مننا فينا، محدش بيظلمنا. وحسين لبيب نفسه قال قبل كده: انا خفيت خطاب ايقاف القيد لغايه اما اظبط اموري، واحمد مجاهد ساعده وقتها. حسين لبيب ذات نفسه طلع قال: ما حدش بيحاربنا، ما عندناش مؤامره، الدنيا كويسه،
احنا المشاكل عندنا. فعشان كده انت يا مرتضى يلي معزول، يعني يا ريت الدوله المحترمه بتاعتنا تقول لنا هو مرتضى بيطلع في المؤتمرات دي كلها بصفته ايه؟ هل هو رئيس نادي؟ لا. هل هو معزول؟ بحكم محكمه؟ طب ليه بيطلع؟ الدوله عايزه كده، خلاص مفيش مشكله. ده السؤال اللي بيساله الوقت حسين لبيب مع عمرو اديب. الراجل ده لسه موجود ليه؟ لكن بصراحه انا كاهلاوي هتسالني تفضل ايه؟ افضل وجود مرتضى منصور. وهفتكر جمهور الزمالك اللي كان طلع عيط وقال لك عملها اشرف صبحي لما حسين لبيب جه. حسين لبيب جالك عشان راجل منظم، جاب لك بطولات في العاب الصالات كلها، وجاب لك دوري، وظبط لك كل حاجه. عادي امام عاشور ظبطه لك وكل حاجه تمام. لكن لما رجع مرتضى، ما هو مرتضى يا جماعه ماشي بقصه ايه؟ دايما يقول لجمهور الزمالك في خطر، في ممدوح عباس، في مش عارف مين. ولو مرتضى مشي يطلع بقى القواضي. كلم الفيفا يا ابني، ارفع القواضي اللي علينا اللي كانت مستخبيه في وجودي. يعني من الاخر كده مرتضى بيقول لجمهور الزمالك ليانا لا الفوضى. فعشان كده جمهور الزمالك كان بيقول لك ايه؟ رجعوا امير يجدد لساسي. اهو امير بيروح عليه نومه في اتشيمبونج، وادي غرامه جايه. امير ما يعرفش اي حاجه. امير بياخد هدايا بعد ماتش الهلال والزمالك لما كسبته الهلال 2-1، بياخد عربيه رينج روفر زي ابوه واخوه، وساعات ودولارات، والدنيا حلوه. كان جمهور الزمالك هيتكلم عن الكلام ده؟ لا ابدا. هيطلع يقول جمهور الاهلي انت بتتكلم ليه على الزمالك؟ لا، انا بقول لك انك انت نادي يعني يتم وصفه ان هو عزبه لراجل. راجل يا راجل دي عزبه لمرتضى منصور، وانت فرحان ومساند له. ولما كان بيشتم الخطيب تطلع تقول له ده انت ذكر. دلوقتي انت هتقول ايه؟ صياحكم طرب. انت كزملكاوي ما ننساش الصياح العالي بقى بتاع النهارده بتاع المشجع البورسعيدي. بالشفا يالا.